بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو الجميل ده مع بعض. وهو ان احنا النهارده قلنا نعمل بقى فراخ ستريبس كده مع مكرونة حلوة كده، ايه، بالصلصة الحمراء. بس كانت طعمها تحفة. طريقة جميلة جدا هتحبيها وتعتمدها على طول. اعملها بطريقتي وهتحبيها، اعملها في رمضان يوم كده بقى، ايه، بصدر فرخة زي ما هنعمل كده. تعملي الأكلة الجميلة ديت. لو أول مرة تشوفيني يا ريت تشرفيني كده وتحطي لي لايك وتحطي لي اشتراك جميل زيك كده وكومنت عسل زيك كده وتقولي لي بتشاهديني من اي بلد. يلا نشوف الجمال والحلاوة دي عملناها ازاي. بربع فرخة واحد، صدر فرخة، مش الفرخة كلها من قدام، صدر واحد. عملنا الكمية دي كلها تكفي 4 افراد او 3 افراد. طعمها تحفة ومقرمشة والكفر بتاعها جميل. يلا نشوف عملناها ازاي. اول حاجة قلنا بقى ايه، نعمل الصلصة بتاعة المكرونة. جبنا ايه، معلقة كبيرة توم كده مفرومة. كنت عملت كمية من التوم، فرمتها لل... للستريبس بتاعنا للفراخ. وخدت منها معلقة كده وسبت معلقة للفراخ. وحطينا كمية من السمنة، معلقتين كده او معلقة ونص، وهنقلب فيهم التوم بتاعنا. وهنجيب الصلصة بتاعتنا وننزل بيها على التوم. انا بصراحة مش بحب اعمل المكرونة بالبصل، في ناس بتحبها بالبصل، بس انا مش بحبها بالبصل. الطريقة دي جميلة جدا وحلوة وما بتعملش حموضة ولا اي حاجة للمعدة. نزلت بقى ايه بكمية الصلصة اللي هعملها للمكرونة، لان انا كنت عاملة 1.5 كيلو مكرونة، مش عاملة حاجة بسيطة. فنزلت بكمية كويسة كده ايه للمكرونة. هنقلبها تقليبة كويسة كده ونحط لها الملح بتاعها ونحط لها البهارات ونغطي عليها بقى كده ونسيبها تستوي على ما نقطع الفراخ بتاعتنا علشان نتبلها مع بعض. ده صدر الفرخة اهوت. بس كانت فرخة كبيرة وحلوة، صدر بتاعها كويس. عامل لي كمية جميلة اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو. لو اول مرة تشوفيني يا ريت تشرفيني كده وتحطي لي اللايك وتحطي لي اشتراك وتقولي لي بتشاهديني من اي بلد كده. كده خلاص بقى خدنا الفرخة كده، الصدر بتاعها قطعناه، عملناه شرايح، وبعدين خدناها عملناها زي الصوابع كده. ديت الفراخ الاستريبس اللي بتجيبها من بره، الكيس قد كده ما فيهوش حاجه وب200 جنيه. انت تعمليه بصدر فرخه بس عندك في بيتك بيكفيكي ويكفي اولادك. لو عملت الصدرين هيعمل كميه اكتر من اللي في الكيس بكتير. خلاص الكميه اهيت نزلت عليها بقيه التوم اللي كنت شايلاه من المكرونه. وحطيت كمان معلقة توابل عشان انا خدت العظم بتاع بقية الفرخة، تبلته كمان معاها وسبتهم ساعة. على ما جهزت كل حاجة وروقت البيت كانوا شربوا من التتبيلة. وقمت بقى حمرت ساحة الغدا. معلقة نص كوباية دقيق، معلقتين نشا، معلقة 7 بهارات، مع نص معلقة كركم. جبت طبق فيه نص كوباية مية وحطيت فيه نص معلقة ملح ونص معلقة 7 بهارات وقلبتهم تقليبه كويسه. وجيت بقى ايه على المكونات بتاعتنا الجافه هقلبها ببعضها تقليبه كويسه علشان نشوف هنعمل ايه الفراخ بالطريقه انهي هنعملها ازاي. يلا قومي تشجعي كده واعملي الطريقه دي في رمضان، هتحبها جدا وجوزك هيحبها واولادك هيحبوها وهيقولوا لك اعملها على طول. نزلنا بقطعه كده ايه من الفراخ في الميه بتاعتنا اللي احنا عاملينها المحلول بتاعنا ده، وخدناه على المواد الجافة بتاعتنا ونزلنا بيها عملنا لها كفر. وهرجع تاني اخد قطعة الفرخة وانزلها تاني في المحلول بتاع النقع اللي احنا عاملينه، وارجع تاني اعملها زي ما انتوا شايفين كده، اعمل لها كفر تاني علشان تعمل معاكي الكفر الجميل اللي انت شفتيه في اول الفيديو. شوفي بقى عطاتك الكرمشة الجميلة دي ساعة ما هتحمريها، هتعمل لك كفر مقرمش كده ومموج وشكله تحفة. وطريقة سهلة جدا، بدل ما تجيب الكيس ب200 او ب200 وشوية وفيه مجموعة قد اللي انت شفتها معايا في اول الفيديو بصدر فرخة واحد، هتعمليها انت عندك في البيت. اكتركم بيربي الفراخ واكتركم بيشتري من بره. اعملي انت لاولادك في البيت، طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. وهنعمل بقى كل الكمية بالنظام ده. حطينا بقى كمية من الزيت على النار وسخناها على النار، وهننزل باول قطعة من الايه الستريبس بتاعنا. طبعا الزيت ما كانش حامي قوي، كنت لسه بختبره،
سيبته شوية ورجعت تاني نزلت ببقية الكمية اللي انا عملتها كلها، وهنرصها جنب بعضها كده. ونخلي بالنا منها، اوعي تحرقيها، حطيها على نار عالية الاول، وبعدين هدي النار شوية على نار متوسطة، لان اللحمة لسه طرية، عشان تستوي معاكي وتطيب على نار هادية. بس برضو ما بتاخدش وقت، كويسة جدا. وكنا بقى ايه، حطينا مية للمكرونة تغلي كده على النار بشوية ملح ومعلقة واحدة زيت، وهنزلنا بالمكرونة في قلبها، وهنقلبها كويس علشان نسلقها كده، بنسلقها السلقة كويسة دي. وبعدين الصلصة كانت استوت، خدنا المكرونة صفناها وغسلناها ونزلنا بيها في قلب الصلصة. بس انا ما عملتش الكمية بصراحة كلها، انا قلت بدل ما اعمل الكيلو ونص كله للغدا، هسيب بقيته اعمله ساعة العشاء، يبقى سخن كده وحلو. فانا حطيت نص الكمية على قد الغدا، وسبت النص التاني، وشلت صلصة من الصلصة وعنتها ايه للعشاء. لو حابة المكرونة تطلع معاكي ناجحة وحلوة وكويسة، اعمليها، اسلقي المكرونة وبعدها ب5 دقايق سيبها تتصفى وحطها في الصلصة على طول. ما تسلقيش المكرونة من قبل ما تيجي تعمليها بساعة ولا بساعتين، هتعجن وتبوظ منك. وكده الطريقة بتاعتنا ايه، ما شاء الله عليها، المكرونة تحفة، والاستريبس بتاعنا تحفة، وعامل كمية كبيرة وحلوة. يا ريت تجربيه وتقولي لي ايه رأيك، واكتبي لي في الكومنتات وقولي لي ايه رأيك. اشوفكم فيديو جديد، باي باي.